الشجرة هتاكلكوا كلكوا، وانت السحرة هتبلعك. مين اللي دخل الست دي هنا؟ طلعوها بره! يا بيدر! بيدر! يا بيدر! ما تخافوش يا اولاد، ما تخافوش. ايه حكايتها الست دي؟ وايه اللي جابها هنا؟ دي واحدة مكذوبة تطلع بالصحراء، بتلف طول الليل والنهار، محدش بيعرف تطلع امتى وبتطلع فين. شبه ابو فانوس. مين ابو فانوس ده؟ مش في عندكم حدوته بتقول عن الدهب تحت الترعه؟ ابو فانوس بنور الفانوس، بيخليك تمشي وراه في الصحراء لحد ما الصحراء تبلعك. هنا دي واحدة مكذوبة شبه أبو فانوس. أبو فانوس بنور الفانوس، بيخليك تمشي وراه في الصحراء لحد ما الصحراء تبلعك. هنا يا حبايبي، مش عارفين تناموا؟ انا كمان مش عارفه انام. طب ايه مالكم؟ عايزين تاكلوا؟ ايه ده؟ ما عندكوش اكل؟ يلا تاكلوا بقى وتناموا. يلا ناموا بقى، مش عارفه انام من صوتكم. صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الجو جميل وصحانا. صباح الخير يا بابي. يا صباح الفل يا عيون بابي، احنا جينا في وقتنا. يلا يلا قطمه صغيره، شاي بلبن اللي احنا بنحبه. يلا يلا. اها ايوه حلوه قوي. كل يوم كل ما اصحى لازم تاكلني كده. ايوه. وبعدين ايه كل ده؟ انا عايزه اتنين بس. ايوه لا ما هو ادي سندوتشين اهو، بروتين ونشويات، هيبقى ناقص سندوتش واحد شويه فوسفور. بابي اكيد مش هاخد سمك معايا المدرسه. لا يا حبيبتي، هو مش سمك يعني، هو زي ما تقولي كده سندوتش تونه، ده هيخليكي بقى تصحصحي كده وتبقي اشطر واحده في حصه الماس. طيب أوي. حط وانا هروح البس بسرعه. خلاص يا حبيبتي روحي يلا. بقول لك استني بس، عايزك في حاجه مهمه جدا جدا جدا. اخر مره يلا هاي يلا استني تعالي اقول لك تعالي. اخر مره يلا افتح بقه هات ياللي معانا ياللي. على فكره انا اتكلمت مع ليان. نسمة شفتيها فين؟ نسمع؟
نسمة مين؟ أنا ما قلتش نسمة، بقول لك اتكلمت مع ليان وما وصلتش معاها لأي حاجة. على فكرة البنت دي فيها حاجة غريبة. وليه بتقولي عليها غريبة؟ بتقولي عليها مختلفة زيك. مختلفة زيي؟ ليه، هو أنا عملت حاجة مش طبيعية عشان تقول عليا إني مختلفة؟ انتي مختلفة، بس ما بتحبيش تظهري ده. ومين قال لك بقى إن أنا مختلفة؟ بلاش نلف وندور على بعض في الكلام. أنا وأنتي عارفين إن أنتي مختلفة ومميزة أوي، بس خلاص طالما أنتي مش عايزة تتكلمي ولا تفضفضي، خلاص يا ستي، سرك كبير، أنتي لا مختلفة ولا مميزة. أنا إنسانة طبيعية، وكلمة مختلفة دي أنا بهرب منها طول عمري، والاختلاف اللي عندي ده هو أسوأ حاجة حصلت لي في حياتي. ليه بتقولي كده؟ ساعات ربنا بيدي البني آدم هبة أو ميزة أو اختلاف، بيبقى الواحد في وقتها مش عارف الحكمة من الاختلاف ده إيه، وممكن الوقت يطول قوي ويا يعرف الحكمة يا ما يعرفهاش، لكن عمرها أبدا ما هتكون زي ما انت بتقولي أسوأ حاجة حصلت في حياتك. بالعكس، دي هتبقى أحسن حاجة حصلت في حياتك، لأن ممكن الهبة أو الميزة اللي عندك دي هيجي يوم من الأيام وهتنقذك وتنقذ اللي حواليكي. خلاص اشرب الكاس بتاعك بقى، فك. مش مختلفة خالص خالص خالص. فارس ازيك؟ شكلك مش بتحب الدوشة. ايوه، وانا كمان. انا نور. عارف اسمك. بحب الكتابة قوي على فكرة. انا عارف، مستر ادهم قال. طيب لو تحب نتكلم عن الروايات، انا بقرا كتير جدا، وكمان عندي مكتبة كبيرة قوي في البيت. ممكن تاخد منها على فكرة الكتاب اللي تحبه. لا شكرا، مكتبة المدرسة كافية بالنسبة لي دلوقتي. طيب أسيبك تكمل قراية بقى، نبقى نتكلم في وقت تاني. باي باي. ايه يا عم بقى المود اللي انت فيه ده؟ ما تفك بقى، عايزين نتبسط. انا عارف انك زعلان، بس اكيد باباك بيدور عليها، ده مش بعيد ترجع البيت تلاقي باباك لقاها. فك بقى وعيش. عاصي، انت عارف ان انا المفروض ما كنتش هطلع الطلعه دي، ولولا تبرعات بابا المدرسه انا ما كنتش طلعت، فما تنكدش علينا وعليك. انا عايز العب اللعبه دي تاني. ايوه كده، هو ده عاصي اللي انا اعرفه. لا لا يا عاصي، انا مش هلعب اللعبه دي تاني. كان باين عليك انك خايف. مش خوف، بس اللعبه دي خطر ومش حلوه. هي كل اللي عاوزاه قلب جامد. انا ما خفتش، بس لما عملت سيرش لقيت اللعبه دي فعلا خطر. مش المفروض نعمل اي حاجه وخلاص وفي الاخر نلبس في الحيطه. بص يا حمزه، انا هلعبها عشان اسال فين رغد. قولي لي بقى يا حلوة، وانتي في البيت بتلعبي مع مين؟ حمزة. وانتوا بقى مع بعض في البيت بتحكوا بتقولوا ايه؟ عادي زي ما الاخوات بتتكلم يعني. يا سلام. الاخوات مش بيتكلموا كده اي كلام، الاخوات بيحكوا لبعض الحاجات اللي ما بيحكوهاش لاي حد، صح؟ على فكرة اليونيكورن بتاعك ده عاجبني قوي، لذيذ. وايه ده اللي انتي رسماه بالقلم الاسود ده؟ لا دي كانت مجرد شخبطة، بعد اذنك يا مستر. اتفضلي. مجرد شخبطة؟
واحدة مكذوبة شبه أبو فانوس. أبو فانوس بنور الفانوس، بيخليك تمشي وراه في الصحراء لحد ما الصحراء تبلعك. هنا اللي انتوا عاملينه ده، وانا هلم وراكم كل البهدله دي؟ لا كده ما ينفعش، كده كتير. انا هقول لميس رحاب تلغي الانشطه من هنا. مفيش انشطه في المطبخ. مفيش انشطه في المطبخ. خدت بالي لما كنت بتتكلمي مع فارس. ايوه، غريب جدا، منطوي مش عايز يعمل صحاب خالص، مكتفي بالكتاب صاحب يا جماعه، عادي يعني. عندك حق تقولي الكلام ده، ما انت نفس العينه، طول اليوم بالورقه والقلم، قرفتينا. رفايدة، عاوزك ثواني. نعم. عاصي عاوز يلعب اللعبة تاني. تاني؟ بعد كل اللي حصل ده؟ أيوة، هو فاكر لما يلعب اللعبة هيعرف مكان رصد فين. طب هو قال لك اني هكون معاكم؟ لا، بس بصراحة أنا عارف إن أنتي بتفكري صح، وإن أنتي هتقولي لنا نعمل إيه. طيب اوكي، سيبني افكر. كان عايز ايه؟ موضوع طويل كده. باختصار يعني ان عاصي عايز يلاقي اخته. انا الصراحه استغربت، لانه طالع معانا وهو اصلا ما عندوش اي حاجه، واستغربت اكتر لما لقيته ان هو اخو البنت اللي اتخطفت. ايوه، يعني هو برضو عايزك في ايه؟ عادي يعني، هلعب معاهم لعبه هبله كده ملهاش لازمه اصلا. يلا حطي ليه خايفين منها؟ ما تخافوش، هي مش عايزاكي تاني، اطمنوا. عارفة انها بتخوفكم. حبايبي ما تخافوش ابدا، محدش هيقدر يعمل لكم حاجة طول ما انا موجودة. رغد، انا حاسس بيكي. انا بحس بالحاجات الوحشه لما بتكون موجوده، بس مش بعرف اشوفها ازاي. انا فكرتك خفت مني. لا ما خفتش، بس انت ممكن تحكي لحد كبير عشان ممكن يساعدك. بس انا ما عنديش حد اقول له. قولي لعاصي. عاصي مش بيصدقني. اهم حاجه يا رغد انك ما تخافيش، بالذات لما يجي.
القدر. كل السنين اللي فاتت وانتي بتحاولي تهربي من اللي ربنا كاتبه ليكي عشان تيجي دلوقتي وتواجهي كل اللي فات من حياتك. يا بابي يا بابي، عشان خاطري، مش انت بتحبني؟ هترضى صح؟ هترضى عشان بتحبني. ليه اتحطيت في الموقف ده؟ ليه بنتي تروح مني بالشكل ده؟ راحت مني في لحظة. اشمعنى أنا؟ ليه أنا أمر بكل ده؟ استغفر الله العظيم. هتفضلي تسألي ليه؟ ليه أنا كده؟ وليه أنا مختلفة؟ وليه أنا غير كل الناس؟ وليه أتحط في موقف أفقد فيه أغلى اتنين لقلبي وبالطريقة دي؟ ليه؟ أسئلة كتير قوي ملهاش إجابة. اخترتي تستخبي وتعيشي هربانة من الماضي، لكن دلوقتي الوقت اللي لازم تعرفي فيه إن ده نصيبك في الدنيا. ارضي بيه. الحياة بتفرض علينا مواقف صعبة، تفاصيلها صعبة أوي. أوي. إيه القلب اللي يتحمل إنه يتحرم من ضناه؟ يا بنتي، قلبي بيوجعني عليك أوي. كل ما افتكرك نفسي اشوفك وامسك ايديكي واحضنك واطبطب عليكي واكلك بايديا. الحياة بتفرض علينا طرق كتير مش عايزينها ولا كنا نتخيل ان احنا نمشي فيه. يا بنتي، وحشتيني. ترجعي لقلب ابوكي وحضنه. صح. انا متأكد هترجعي. اللي نشوفه شر هو شايل جواه خير كبير، بس اللي يصبر ويحتسب ده عند ربنا. رغم وجع قلبي على فراقكم، إلا إني مؤمنة إن ده قدر، وقدر ربنا هو دايما خير ليا وليكم. ربنا يرحمكم يا حبايبي. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. تعالى يا زياد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. نمت كويس؟ الحمد لله. مس لارا، انتوا لسه ليه ما نزلتوش؟
وانتي يا ليان ليه ما نزلتيش؟ يلا يلا عشان نلحق ننزل. يلا يا حبيبي، روح انتوا وانا هحصلكم. يلا اوكي يلا بينا. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ مس كلارا. نعم. هي ممكن تكون البنت اللي بتخاف هي اللي خطفت رخت؟ ممكن تبطلي بقى تفكري في الموضوع ده وتنسيه خالص. روحي العبي مع اصحابك وانبسطي وفرفشي كده. يلا حبيبتي يلا فرفشي، يلا فرفشي انبسطي. انت كنت بتسألني ليه على البيت المهجور؟ ما سألش ليه؟ من اسمه البيت المهجور. انت مالك هو وماله مال اللي فيه؟ يحكي. أنا بحب أسمع الخرافات دي. خرافات؟ الخرافات دي حقيقة وبنعيشها. البيت ده أطول من عمري وعمرك. أبوي الله يرحمه كان يقول لي البيت ده كان مليان عمار وفرح ومحبة، لحد ما جت ست في يوم وعايزة تتجوز البيه، والبيه مش عايز. راحت عملت تعويذة، حضرت الجان، حضرت اللي ما يتحضرش، تعويذة ملك الجان. ومن يومها الجنية والتعويذة والجان سكنوا البيت يا دكتور، سكنوا. صاحبة البيت المسكينة كل يوم عيه ومرض، وكل ما تحبل تسقط. ماتت من الألم والحزن، والبيت بقي ملك نفسه، ما حدش بيدخل. هي الحدوتة. غريبة أوي. يعني هما ما عندهمش عيال؟ يا دوبك. رايح فين؟ الليل يا دكتور، الليل ما تأملوش. عايز أكل العيال بلح. سألتني عن علاقتي بالميتافيزيكس أو الماورائيات. أنا والدي كان دارس علوم طاقة وكان بيشتغل بيها، وطبعا أنا عارفة إن في ناس كتير جدا مش مقتنعة بعلوم الطاقة دي ومش مصدقاها، بس هو كان مصدقها وساعد ناس كتير جدا وعالجهم بيها. والعلاج ده كان له علاقة بالأمراض النفسية والعصبية والحاجات اللي زي كده. بس اللي انت بتقوليه ده ملوش علاقة خالص بالماورائيات. أيوة أنا عارفة، بس بابا من خلال شغله ده كان بيعرف ناس كتير جدا روحانيين وكانوا بيعالجوا بروحانيات، وكانوا بيقدروا يشوفوا الناس اللي شبههم أو اللي زيهم. بقول لك إيه، مش مهم الكلام ده، انسى اللي أنا قلته. دكتور خيري، من ساعة رغد ما تعبت وجبتها لك العيادة وأنا بحاول أسأل نفسي أو ألاقي تفسير للي بيحصل ده. يمكن تكون في تفصيلة عدت عليا وأنا ما خدتش بالي منها، خصوصا إنها قالت لي إنها بتشوف حاجات بتخوف.
حبيبتي انت كويسه؟ انا بشوف حاجات بتخوف. حاجات ايه اللي بتشوفيها؟ يا حبيبتي هتبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. سلامتك يا حبيبتي. انا عايزه مامي، انا عايزه مامي. ما تعيطيش، بتعيطي ليه؟ بس هم زمانهم جايين دلوقتي هيجوا عشان ياخدوكي، ما تعيطيش. مش هتيجي، هي مش عاوزاني. ليه بتقولي كده؟ دي مامتك، لما تعرف ان انت تعبانه هتجيلك تاخدك على طول. ما تعيطيش. عايزه ايه طيب؟ يا حبيبتي الحقني. بس طيب خلاص ما تزعليش، ما تعيطيش. بس بس حبيبتي ارتاحي. خير، رغد مالها؟ ابدا مفيش حاجه، انا كتبت لها على شويه تحاليل عشان نشوف الانيميا ونشوف شويه حاجات تانية كده. هي البنت كانت عايزه مامتها، فبعد اذن حضرتك لو ممكن تكلمها. حضرتك مين؟ انا ميس لارا، مدرسه هنا في المدرسه. مدرسة. يا ريت حضرتك تهتمي بشغلك فقط ومالكيش دعوة بموضوع ماما وبابا. انا ما اقصدش حاجه، بس البنت عايزه مامتها. لتاني مرة حضرتك بتتدخلي في اللي مالكيش فيه. بقول لحضرتك ايه، يا ريت نتكلم بره عشان خاطر رغد، بعد اذنك. اتفضل اتفضل. مش فاهمه انا. ما تسيبنيش، ما تخليهوش ياخدني. ما تخافيش يا حبيبتي، انا معاكي، ما تخافيش. ايه يا حبيبتي في ايه؟ في ايه؟ انت عملت فيها ايه؟ انت ما عملتش حاجه. ليه؟ عاوزاني. مشيها يا بابي، مشيها. هي مين دي يا حبيبتي؟ ما فيش حد في الاوضه غيرنا. الست اللي عايزه تموتني. مشيها يا بابي، امه شكله وحش. تعالي قومي نمشي. بس يلا قومي. يلا حبيبتي. قومي تعالي معايا. يلا يا روح. قومي يلا. شنطتك فين؟ حاضر حاضر. شنطتك فين؟ هناك هناك. يلا تعالي تعالي. ما تسيبنيش يا مس لارا. ما تخافيش، انا معاكي، ما تخافيش. ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يا مس لارا. ايه ده؟ موبايل مين ده؟ هي قالت لي ما تسيبنيش، ما تخليهمش ياخدوني، وبعدين بدأت تصرخ، بس انا ما عملت لهاش حاجه. الموضوع حصل براكي، ما تحاوليش تحسسي نفسك بالذنب. بالعكس، انا حاسه بالذنب، ما قدرتش اعمل لها حاجه ولا اساعدها. كان لازم افهم ايه مشكلتها او اسمعها بس بقى. محدش مننا فاهم اي حاجه لغايه دلوقتي، وبعدين الموضوع كله جه مفاجئ. اهم حاجه دلوقتي ان انت تخلي بالك من عاصي، لان نفسيته تعبانه جدا. عندك حق. محمود، طمني ضروري. لقيتوا رغد ولا لسه؟ اول ما توصلوا لها قولوا لي. انا لسه راجع من القسم، ما عندهمش اي جديد، لسه ما لقوش البنت لحد دلوقتي.
يوه نسيت الموبايل جوه. تعالي اركبك العربيه. تيجي معايا. تيجي معايا فين؟ انا دقيقه هجيب الموبايل واجي. تعالي اركبي، مش هتاخر. اتفضل. لا مؤاخذه يا دكتور. استاذ محمود. تقريبا نسيت موبايلي هنا. كان في ايدي دلوقتي. ايوه. هو ده. شكرا. بقول لك يا استاذ محمود، كان في تفصيله بس محتاج اتكلم مع حضرتك فيها. يعني بالنسبه لرغد وعاصي، يا ريت تقرب منهم شويه. الاطفال في السن ده بيبقى خيالهم واسع ومحتاجين ان احنا نحتويهم باي شكل. تمام يا دكتور، شكرا. شكرا ليك، مع الف سلامه. لو سمحت. بنتي رغد كانت موجودة هنا قاعدة، وبعدين أنا طلعت أجيب الموبايل من فوق، رجعت ما لقيتهاش، ما شفتهاش. ما شفتهاش بعد ما خرجت مع حضرتك؟ يعني هي ما جاتش ورايا لما طلعت أنا فوق. لا يا فندم ما دخلتش. يعني إيه ما دخلتش؟ يعني إيه؟ وأنت بتعمل إيه هنا؟ يعني إيه ما شفتهاش؟ ده أنا ما يكفينيش المدرسة دي كلها لو جرى لها حاجة. رغد يا رغد، رغد يا رغد. ملهاش اي اثر في المدرسه، دورنا في كل حته وبرضه ما لقيناهاش. وانا زي ما قلت لحضرته قبل كده هي اصلا ما رجعتش المدرسه. يعني ايه؟ يعني بنت اتخطفت من قدام المدرسه؟ يا استاذ محمود ما يصحش كده، احنا برضو كمدرسه عايزين نعرف البنت فين وحصل لها ايه. عموما انا بلغت الشرطه وهتيجي تشوف القرف اللي بيحصل في المدرسه دي. ملوش لازمه ابدا الكلام ده يا استاذ محمود. حضرتك استلمت البنت من جوه المدرسه، يعني البنت اختفت وهي معاك بره، وزي ما قال لك مستر ادهم احنا قلقانين عليها اكتر منك وكمان زياده. دي بنتنا ولازم نعرف ايه اللي حصل. هي كانت طول الوقت بتسأل على مامتها، يمكن تكون راحت لها. اطمن ان شاء الله هتلاقيها. مامتها مش موجوده، مامتها مسافره بره مصر. البنت فين يا محمود؟ رغد فين؟ اكيد معاملتك الزفت ليها اللي خلتها تطفش، ويا عالم بقى كنت بتجيب لها مين هنا في البيت؟ انا هدور عليها وهلاقيها، وانت مش هتشوف وشها تاني ابدا. يلا بقى ناكل مع بابي. ها عشان انا حاسس ان القمره بتاعتي مش قد كده، خاسه خالص. ها فتحت اللعبه بتاعتك؟ عجبتك؟ ها عجبتك اكيد.
قوي يا نسمة، وحشتيني قوي يا بنتي. صدقيني انا عملت اللي بعمله دوت عشان اشوفك او اسمع حتى صوتك. كلهم بيقولوا لي خلاص انت رحت مني ومش هشوفك تاني، لكن قلبي بيقول لي لا. قلبي بيقول لي انك عايشه. ريح ابوك يا بنتي، ريح ابوك، خليني اشوفك. اسمع، عشان خاطري اعملي اي حاجه، اي حاجه، اي علامه تقولي انك موجوده جنبي عشان ارتاح، عشان ارتاح يا بنتي. عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ انا مش عايز اشوفكم. عايزين مني ايه؟ انا مش عايزكم انتوا بتطردوني ليه؟ انا عايزها هي، عايزها هي، عايزها هي. ابعدوا عني، ابعدوا عني.